السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي أحسن حال إن شاء الله. حبايب قلبي وحشتوني طبعا من آخر فيديو يا بنات. بعتذر لكم طبعا عن التأخير وعن التقصير في الرد على التعليقات والكلام ده كله، بس دايما بقول لكم لما بختفي كده بيكون أكيد غصب عني، تعرفوا كل كده حاجة معايا في الفيديو دلوقتي. بس في البداية يلا كده بقى حطي كده بقى لايك وشجعيني، وطبعا يشرفني كده اشتراكك معايا وتنضمي كده لعيلتي الجميلة القمر. ويلا بينا نبدأ الفيديو، وتعالوا اقول لكم بقى كنت بعمل ايه النهارده. بصوا في البداية كده عايزة اقول لكم ان الفيديو ده المفروض كان ينزل لكم من 3 ايام. انتوا متخيلين؟ فعايزة من كتر التعب بجد اللي انا كنت فيه مكنتش قادرة اسجل الصوت نهائيا. فده كنت لسه كان اول يوم تعب بجد والله، هتعرفوا دلوقتي كل حاجة معايا. هو الحاجة بسيطة الحمد لله يعني، بس بجد اكيد اي حد فينا بيبقى متوجع. يعني عارفين الوجع اللي هو بيبقى وجع شديد قوي، فطبيعي ان انتي هتكوني اكيد مقصرة في حاجات كتير. بس فطبعا بعتذر لكم، وان شاء الله باذن الله هحاول النهارده وكده ارد على كل التعليقات في حقكم عليا. في البدايه كده يا بنات عايزه اقول لكم ان انا كنت اليوم ده لسه كنت اول يوم حاسه فيه بالتعب. ايه يا شيماء اللي عندك؟ انا دايما يا بنات عندي التهابات متكرره في ودني، فاهمني؟ ف مش عايزه ادخل في تفاصيل اكتر من كده، بس بجد وجع اللي هو انا وجع بيأثر على عيني وعلى خدي وعلى وشي بيورم وحاجات كده، وباخد مضادات حيوية طبعا قوية وكده. فالحمد لله الحمد لله على كل حال. وربنا يا رب يشفي اي انسان، وما حد ابدا يحس يا رب باي بوجع، يا رب يا رب اللهم امين. فانا من النوع اللي مش بستسلم ابدا بسهوله لاي حاجه. فكنت هنا واخده مسكن وقلت لا انا هقوم هعمل الدولاب كان كله يضرب يقلب من ساعه ما نزلت الشتوي وطلعت الصيفي وكده. وقلت كده هصور معاكم وان شاء الله باذن الله كده ايه مفيش حاجه هتحصل وكده. بس طبعا تعبت جدا وما قدرتش انزل لكم الفيديو، ولا قدرت كمان كان في تفاصيل عايزه اكملها معاكم وما كملتهاش. فبوريكم هنا بقى شكل الغرفه عامل ازاي، عامل المنظر اللي انتوا شايفينه ده. كنت منزله كل حاجه لان انا لما نزلت الشتوي ما كنتش منظماه كده بشكل حلو في الدولاب، كان كله على بعضه. إيه بس بوريكم هنا المنظر كده في الأوضة عامل ازاي عندي في أوضة النوم وفيروز طبعا واقفة عمالة تنكش ودرج الطرح طالع بصوا المنظر صراحة صعب جدا. والكوفرتات طبعا هنا المفروض ان انا بشيلها وبحط مكانها اللي هي المفارش الشتوي القطيفة. كل ده هنعمله يا بنات مع بعض دلوقتي. طب يا شيماء ايه بقى اللي مطلوب مننا؟ ايوه مطلوب منك ايه يا قمر يا عسل؟ انتي دلوقتي حاجه من الاتنين، يا الا دولابك منظم ومتروق وجميل تبقى انتي قمر وجميله خلاص كده يبقى تشوفي حاجه تاني تعمليها. اما النهارده بقى انا جايه اشجعك، لو انتي دولابك كده في اي حاجه مش متظبطه مش عارفه كده، عارفين لا اللي هو عادي اللي هو احنا كلنا بنفضل كده اول ما بنروق الدولاب بنفضل فتره كبيره محافظين عليه، بعد كده ما تعرفيش ايه اللي بيحصل. رتم الحياه السريع مع طبعا يعني البيت بقى واحتياجات البيت والاطفال والكلام ده كله، وطبقتي غسيل فما حطيتيش كل حاجه في مكانها فالدنيا بتتكركب. انا اكتر حاجه يا بنات بتكركب عندي الدنيا ان رف الملايات انا عاملاه فوق كده زي ما انتوا شايفين اخر رف. فساعات كتير مش ببقى طايله فبروح حاطه ايه، ببقى زي ما بقول لكم كده مع رتم الحياه السريع وعايزه اخلص وبصور ورايا ما اعرفش ايه ورايا ايه ولادي عايزين ايه. فبروح حاطه مثلا الملايه عند الفوط، ومره تانية اروح حاطه ملايه عند الفوط، فاجي اخد فوطه فكل الدنيا بقى بتدخل في بعض. بس في البدايه بقعد فتره كبيره محافظه على النظام، بس مع الوقت الدنيا بتتكركب. انا متاكده ان احنا كلنا زي بعض يعني. المهم يا بنات انا حاطه زي ما انتم شايفين كده فوق الملايات، طبعا لسه هنزلها واظبطها. والرف اللي تحت ده مخليه رف الفوط زي ما انتم كده شايفين. النهارده انا مش عامله معاكم، يمكن عملت معاكم الفيديو ده قبل كده كنت عامله تنسيقات كده وحاجات واشكال وكده. لا النهارده انا عامله الموضوع كده بشكل عملي شويه، هتلاقوا التطبيقه كده عاديه بس منظمه الى حد ما. بحاول اخلي كده كل التطبيقه كده قد بعض. بوريكوا صورة فيروز كده عادي دايما في الدولاب بقى، وانتي ما بتيجي تروقي بتلاقي تفاصيل وحاجات ووصولات بقى نور وحاجات كده متعرفيش ايه اللي بيجيبها في الدولاب. المهم هنزل بقى كل حاجة. وطبعا انا انتوا عارفين ان انا كنت حاطه مفارش قبل كده شلتها، بصراحه انا مستريحه نفسيا من ساعه ما شلتها. يعني انا كده حاسه ان انا يعني ايه حاسه الدنيا كده هاديه معايا. إيه بس لكن طبعا محافظة عليها، وريتكم قبل كده ان انا حطاها ما بين المرتبتين بتوع السرير علشان يفضلوا مفرودين عشان هما مشمع. إيه ممكن بعد فترة احس ان انا عايزة ارجعهم تاني او كده، بس اكيد مش هستغنى عنهم. إيه بس كده يا بنات ابتديت بقى ان انا كل رف طبعا قبل ما برص فيه الحاجة بلمعه.
خلاص يلا عايزاكي بقى زي ما بقولك تقومي تتشجعي معايا، ولو وراكي حاجة كده تقومي تعمليها، لان خلي بالكوا احنا خلاص داخلين قربنا على الترم التاني. و... ويا دوبك كل يوم كده الواحد لو وراه حاجة يعملها. لو شوفي كده لو عندك مثلا دلوقتي في تفريزات عايزة تعمليها، مثلا القلقاس، البسلة، يعني أي نوع بقى تفريزات، فاكهة هتفرزيها رمضان، الحاجات دي كلها. دولاب ولادك عايز يتظبط، شوفي بقى أي حاجة عايزة تعمليها في الفترة دي اللي هو قبل ما الدراسة تبدأ إن شاء الله بإذن الله. بس كده يا بنات، ابتديت بس هنا بوريكم طبعا دي الملاية الجديدة القمر اللي احنا بقى جايبينها مع بعض. بوريكم ان انا بطبق الملايات عندي، ده الشكل بصراحة اللي بيريحني. بخليها مستطيلة كده وبحط الأكياس كده جواها، اللي هي المخدات والخدديات. باحطهم كده باوزعهم على طول الملاية، وباروح ايه قافلاها 2 بس كده. باطلّع كده الملاية كده بيبقى جواها كل حاجتها. طبعًا في أشكال كتير جدًا لتطبيق الملايات، في ناس بيحبوا إن هُم مثلًا يمسكوا الملاية كلها يحطوها جوه كيس خددية ومش عارفة إيه، ولكن أنا باحس إن التنسيق ده بصراحة بيريحني جدًا يعني، وباحاول إن أنا إلى حدٍ ما أعمل الملايات كلها تكون بنفس الحجم. يعني في أساسيات كده وأنتِ بترصصي كده الدولاب لو عملتيها هتحسي يعني بتنسيق إلى حدٍ ما، زي إن المقاسات تبقى قد بعض، الحروف تبقى قد بعض، التطبيقة تكون نفس الشكل، يعني يا بنات يعني زي ما أنتم شايفين بشكل بسيط جدًا يعني. بس أنا مش باحب بصراحة البهرجة، يعني أنا باحب الحاجة الsimple البسيطة المريحة للعين وتكون سريعة معايا كده في الاستعمال يعني. أنا كده خلّصت معاكم الفوط وخلّصت معاكم الملايات زي ما أنتم شايفين. كده بقى ندخل على الهدوم بتاعتي، بس في البداية بقى كده تعالوا بقى نشغّل الغسالة، لإني أنا جمّعت كل الهدوم الصيفي اللي كانت متعلقة عندي على الشماعات، ف فنّطّها كده يعني فرزتها، خلّيت فواتح وغوامق زي ما أنتم عارفين دايمًا معايا. وكده باشغّل الغسالة كده الأول على الفواتح، وشغّلت هنا يا بنات البرنامج اللي هو ملابس رقيقة. هتشوفوا دلوقتي معايا التكنيك بتاع الغسالة على البرنامج ده، كل برنامج على فكرة بيكون ليه طريقة معيّنة فعلًا في الغسل، هو مش كلام كده وخلاص. يعني سريع ده مثلًا برنامج قصيّر، باقول لكم يا بنات سريع ده برنامج فعلًا مدته قصيّرة. ملابس رقيقة ده الحلة بتغسل الحاجة بشكل يعني بتدور بشكل بطيء شوية، أمّا بتيجي تجفّف بتجفّف الحاجة مش اللي هي بقى بتمشي بنفس سرعة الدوران بتاعة البرنامج العادي لأ، لإن ملابس رقيقة فإذًا مش بيجفّف الحاجة لدرجة إنها أصلًا تتكسّر. بس كده، حطيت بقى شوية كلوريكس ألوان وكمان مستعملة مسحوق اللي هو باهي. باهي ده يا بنات على فكرة مسحوق حلو جدًا متوفر دلوقتي في الأسواق، يمكن أنا زمان كنت جايباه من كارفور، وكنت باعمل لكم كده فيديوهات مشتريات وكده، وكنت باقول لكم يعني عليه، كان لسه مش منتشر خالص. بس بعد كده اتعمل له إعلانات وابتدى إن هو يكون دلوقتي موجود في عند بتوع كل المنظفات والسوبر ماركت وكده، وسعره مناسب. زي ما أنتم شفتوا الغسالة كده معايا، شايفين يا بنات المروح الحلة بتمشي إزاي، يعني بتمشي هادية إزاي. هو ده بس اللي هو بتاع الملابس الرقيقة. تقدري إن أنتِ على البرنامج ده برضه تعملي طُرح، الحاجات اللي أنتِ الأصواف، الحاجات اللي أنتِ بتبقي خايفة عليها. بس دخلت بقى كده على الحاجات بقى اللي هو اللبس الشتوي. بُصّوا النهارده الفيديو زي ما أنتم شايفين دولاب يعني كُلّه هدوم في هدوم. باطبّق كده زي ما أنتم شايفين التطبيقة العادية جدًا دي، باحط البنطلون جوّه الجاكيت بتاع الترنج كده، ولو في زونت أو حاجة بادخّله برضه من ضمن التطبيقة مش من برّه، علشان يبقى يعني مدّيني كده شكل متساوي، وأقدر أحط كذا ترنج بقى فوق بعض إيه، من غير ما يُقعوا. بس كده يا بنات هامشي بقى كل الترنجات بنفس بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة دي. تعبت جدًا، جدًا عايزة أقول لكم. الموضوع أخد معايا كذا ساعة على فكرة، بس عايزة أقول لكم إن أنا بقى مستريحة نفسيًا، الدنيا بقت معايا كده منظمة، شايفة كده ساسي من راسي كده زي ما بيقولوا يعني. وبس. و آمم، بُصّي كل ما الدولاب بيكون منظم ساعات بيبقى عندنا لبس كتير، بس إحنا ممكن نكون مش بنغيّر كتير بسبب إن إحنا مش شايفين الحاجة كده، لكن طول ما الدنيا منظمة معاكِ هتقدري إن أنتِ تغيّري وتجددي من نفسِك والكلام ده كله. وتطلّعي كده الحاجات المستخبية يعني. المهم ده كده الترنج أهو معايا بنفس الطريقة أهو، ده طويل بس الجاكيت بتاعه شوية عادي جدًا، برضه الزُنط بنفس الطريقة وباروح مقفّلة عليه كده يا بنات. عايزة أقول لكم بُصّوا الترنج عايزة أقول لكم بقى لازم كده أدخّل لكم ماما في كل فيديو، ترنج القمر، القمر أبو كِوَر العسل ده عايزة أقول لكم إن هو بتاع مامتي حبيبتي الله يرحمها. بس يا بنات المهم كنت عايزة أقول لكم على إيه.
الأيام اللي فاتت دي كنت تعبانة جدًا، جدًا من كتر الوجع والألم بجد اللي أنا كنت فيه، لأ اللي هو مش قادرة أسجّل لكم الصوت، وأنا بصراحة يعني حاجة في شخصيتي كده مش باحب بصراحة جو الصعبانيات خالص، خالص في حياتي، يعني اللي هو إيه، يا جماعة هنعذروني مش عارفة إيه، أصل هاتكلم إزاي أنا أصلًا مش قادرة أتكلم، فاهماني؟ أنا مش باحب الجو ده عامةً في حياتي، يعني مش معنى كده إن الإنسان اللي ما بيشتكيش ده ما عندوش مشاكل أو ما عندوش حاجة أو لأ، كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا حاجات ممكن نكون عيانين ومرضانين، عادي يعني كلنا زي بعض يا بنات والله، بس في ناس بطبيعتها هي يعني تحس إنها إيه، بتحب إنها تشتكي، فاهماني؟ مش على يعني على أي حاجة، يعني عارفة اللي هي لو ما لقيتش حاجة تشتكي بتشتكي نفسها، ده غلط جدًا، بجد يا بنات والله ده غلط جدًا، جدًا وأنتِ بتضري نفسِك. ساعات الكتمان بيبقى صعب أو الصمت بيبقى صعب، بس حُطّي دايمًا في دماغِك يعني أنتِ تعبانة، أنتِ هتروحي تكشفي، أنتِ عندِك مشكلة والله أنتِ اللي تقدري تحلّيها، لكن شكوتِك المستمرة للناس أو وجع الدماغ ده والله العظيم ما حدش هينفعِك. يعني أنا بنات عندي كده قاعدة كده في حياتي يعني أنا أكيد طبعًا دلوقتي في ناس بيسمعوني قرايبي وعارفينّي ويعرفوني على المستوى الشخصي أكيد يعني أكتر كمان من المتابعين بتوعي، وأكيد هُم عارفين فعلًا ده كده عن شخصيتي جدًا، الحمد لله أنا ما حدش يعرف حاجة عني، عن حياتي، يعني تكاد تكون إن شيماء دي مثلًا ما عندهاش مشاكل، لأ طبعًا، لأ، أكيد زي ما باقول لكم كلنا عندنا مشاكل، بس اللي هو أنا مش باحب أعرّف حد حاجة عني لإنه فعلًا مش هيفيدني، يعني هو ممكن يضرني على فكرة، هو مش هيفيدني بحاجة. ف بس، وساعات أنتِ ممكن تفضفضي أساسًا مع حد ممكن يكون غلط، مش مع الحد الصح، فاهماني؟ فممكن تضري نفسِك بعد كده، فلأ الفضفضة يا بنات والكلام ده يعني عايزة أقول لِك إن هو ممكن فعلًا، فعلًا يضرِّك أكتر ما يفيدِك. عايزة أقول لكم على حاجة برضه، شايفين الجلابية القمر القطيفة دي؟ دي من هدوم البيت كده اللي كنت واخداها من عند ماما حبيبتي الله يرحمها، ووريت لكم دلوقتي الصورة بتاعتها أهي وهي لابساها. بُصّوا معلش هو يعني مش دراما ولا حاجة، بس يعني والله أبدًا بابقى باعمل كده وأنا مبسوطة، بابقى عايزة أوريكم مثلًا ماما وهي لابسة الجلابية دي كان شكلها إيه كده يعني. عايزة أقول لكم إنها أمّا جابتها يعني هي جابتها في سَنة وكنا شاريينها أنا وهي مع بعض على فكرة، بس هي ما بعد كده بقى ماما لمّا رقدت وكده ما لبستهاش تاني. يعني كنت بافضّل إنها يعني تلبس بقى بالذات في الشتوي إن أنا تلبس ترنجات أكتر وكده. يعني الرقدة في السرير مع الجلاليب بقى عارفين بتلِف حوالين جسم الإنسان مش عارفة إيه كده. بس والله يا بنات أنا عايزة أقول لكم على حاجة، ماما الله يرحمها كانت يعني رقدت في السرير فترة طويلة جدًا تكاد تكون داخلة في سنتين. حاولت بكل الطرق الممكنة وأنا مش باقول لِك كده نهائيًا عشان أقلبها صعبانيات أو دراما، بس أنا حاولت بكل الطرق الممكنة والله العظيم في الفترة دي إن أنا أحسسها إن هي أنتِ يا ماما مش ناقصِك أي حاجة أكتر يعني أنتِ زينا كلنا. يعني جه علينا مثلًا أعياد كنت باجيب لها لبس جديد، إحنا متعودين كده في العيد طبعًا لبس جديد إيه، بيت وخروج وكده. أعمل لها شعرها، أهتم بكل تفاصيلها، اللي هو لأ، مش معنى إن الإنسان حصل له حاجة أو إن هو مثلًا نام في السرير خلاص الحياة بتتوقف وكده، واجب على كل اللي حواليه إن هو يفضلوا يحسسوه إن أنت ما فاكش أي حاجة، إن أنت كويس، مش يحسسوه بالعكس نهائيًا، أو يحسسوه إن أنت مريض أو تعبان أو لأ. حتى لو ده بقى اللي باحس إن ده الكذب الأبيض يعني فاهماني؟ يعني أنتِ شايفة مثلًا حد عيّان أو حد مريض أو بُصّوا أنا متوقفة معاكم على النقطة دي بس إيه، رُحت شغّلت هنا على الغوامق، بس هنا أنا مليت المَيّة الأول وحطيت المسحوق لَفّة، علشان ما كانش عندي بيرسيل جل ولا حاجة، فمش باحب أحط البودر بقى اللي هو يعني المسحوق البودر على الإيه، على الأسود على طول باخاف إن هو يعمل علامات. بس أنا عايزة أقول لِك إن طول ما المسحوق نوعه كويس ونوعه نضيف هيدوب، المساحيق اللي بتعمل علامات دي المساحيق السايبة اللي مش حلوة، دي عن تجربة. اللي بنجيبها بالكيلو كده دي مش حلوة. بس كده يا بنات، فكنت باقول لِك يعني مثلًا لو حد عيّان أو مريض وأنتِ داخلة عليه، لأ مثلًا قولي له إيه ده، إيه ده الحلاوة دي، إيه الجمال ده ما شاء يعني حسّسيه حتى لو هو عارف ومتأكد إن هو مش كده، بس والله العظيم ده بيفرق معاه جدًا. إيه القمر دوّة، إحنا حلوّنا كده ليه، مش لأ ده مش كذب ولا نفاق ولا أي حاجة، ده اسمها إنِّك أنتِ بترفعي من معنويات اللي قدّامِك، إنِّك بتجبري بخاطره، كده. والله يا بنات كنت أكتر حاجة يعني مع مامتي الله يرحمها إن أنا دايمًا باشتغل معاها على العامل النفسي. ماما كانت مديرة يعني جيدة جدًا للبيت، كل حياتها زي ما قُلت لكم كانت بالنظام وبالورقة والقلم، وأنا يعني ما خدتش ربعها على فكرة.
فكنت حتى وهي راقدة دايمًا باحسسها إن أنا لأ ماما إحنا محتاسين من غيرِك، يعني قولي لنا هنعمل إيه، طب هنعمل أكل إيه، طب مش عارفة إيه، مش اللي هو خلاص بقى الإنسان حصل له حاجة خلاص كل الحياة انتهت، دايمًا تحسسه الإنسان إن هو زي ما كان بصحته بالضبط. المهم مش عايزة الفيديو يجري يعني أكتر من كده. أنتم عارفينّي دايمًا باتكلّم معاكم كده بطبيعتي كده ومن قلبي، ومش باندم والله على اللي بيطلع منّي وبتلقائية كده. خلّصت يا بنات معاكم الدولاب زي ما أنتم شايفين، أخدت بقى الكوفرتات خرّجتها هنا أهي هانظّمها معاكم، هاطبّقها وهاروح أحطّها في دولاب غرفة البنات اللي أنا أصلًا عاملاه مخزن يعني عاملة ضرفة فيه كده، أنتم عارفينها، حاطّة فيها كل البطاطين والدفايات والمفارش القطيفة بتاعتي وبتاعة الولاد وكده. فأنا هنا بقى أخدت أنا عندي 3 مفارش قطيفة اللي أنتم شُفتوهم معايا الأحمر والتايجر والأخضر ده اللي فيه وَرْد، وحطيتهم كده عشان يبقوا جنب إيدي هنا في أوضتي، وهاروح بقى أحط الكوفرتات هناك. ما تستغربوش إن أنا واقفة بابُص لنفسي في المراية وأنا باطبّق الكوفرتة عشان أشوفها مضبوطة والّا لأ. هاخد بقى كل الحاجات دي وأروح يالّا بقى بينا على الأوضة اللي هناك، طبعًا هو ده الرف المتاح بالنسبة لي دلوقتي إن أنا أحط فيه، ففردتهم كده بالشكل اللي أنتم شايفينه دوّة لإن كل كوفرتة معاها خداديتين، فطبعًا بيعملوا لي أزمة في المساحة، فأنا بافرشهم كده الأول يعملوا زي قاعدة من تحت كده، أي نعم ما خدوش كام سنتي يعني، بس وفّروا لي مساحة غير ما أنا أطبّقهم فوق بعض أو أعملهم رول برضه هياخدوا مساحة. أمّا الكابرتات أو الكوفرتات يعني أخدتهم بقى عملتهم رول كده زي ما أنتم شايفين، وهابتدي إن أنا أحطهم بالشكل ده. آآ بُصّي، موضوع الرول ده بيختصر معاكِ مساحة، أنا لو كنت حطيتهم فوق بعض ما كانش خالص الرف هيقضّي معايا، بصراحة هي فضلت واحدة بس هي اللي ما جاتش، من اللي هُم العاديين دول اللي هي لونها نبيتي، فحطيتها بقى تحت على البطاطين قُلت لحد أمّا إيه أشوف هاعمل إيه، لإني فعلًا الأوضة كانت حواليّا تضرب تقلب وتفاصيل كتير. قبل بقى يا بنات ما أبدأ تصوير معاكم، عايزة أقول لكم إن أنا كنت ماسكة زي ما أنتم شُفتوا في الضرفة اللي في النُص دي في درجين تحت بعض. بدون تفاصيل طبعًا، أكيد طبعًا الأدراج دي بيكون فيها الحاجات الشخصية، فطبعًا كنت مضبّطاها جامد جدًا، والدرج التاني ده عاملاه للfootwears وعاملاه اللي هي اللكاليك يعني والآيس كابات والحاجات دي، كنت برضه منظّمة بشكل حلو جدًا، بس الصراحة ما حبيتش إن أنا أفتح الأدراج. بس كده يا بنات، وإيه تاني يا شيماء، أخدت برضه الكومودينو اللي جنب سريري، أنا عندي 2 كومودينو في الأوضة، واحد كده جنب الكنبة وواحد جنب السرير، أخدت اللي جنب السرير برضه ضبّطته. أنا عاملة يا بنات في الإدراج الكومودينو عاملة درج حاطة فيه كده حاجة خياطة يعني إبر بكر خياطة مش عارفة إيه و... وأي حاجة تخص الخياطة يعني فاهميني. دايما بيكون في تفاصيل كده في البيت كده زراير مش عارفة ايه. وعاملة درج للأدوية وعاملة أول درج حاطة فيه مثلا المصحف بتاعي أذكار الصباح والمساء، حاطة فيه اندكس بتاعي وقلم، حاطة فيه مثلا بحط فيه الشاحن بتاعي الهيدفون، ده مخليه كده أول درج بيكون جنبي. بس الكومودينو التاني إلى حدٍ ما يخُص جوزي أكتر، التسريحة عندي برضه عاملة درج للaccessories، عاملة درج للطُرَح، الطُرَح طبعًا كنت باطبّقها، لكن أحلى حاجة إن أنتِ تعمليها في درج، وقولوا لي يا بنات كده اللي مجرّبين الشماعة اللي هي بتاعة الطُرَح دي، هل هي فعلًا عملية وحلوة والّا بتكسّر الطُرَح؟ يعني حتّة إن هي أنتِ بتضُمّي الطرحة كده أحسن والّا إن أنتِ تطبّقيها وتعمليها roll كده تفضل يعني مفرودة أكتر؟ بس عاملة درج حاطة فيه مثلًا الاستشوار بتاعي، البتاع دوّة، المكوة، في حاجات بقى كده تفاصيل كده، كاميرا ومش عارفة إيه، أنتم فاهمين يا بنات يعني كل درج كده عاملة له حاجة، عاملة برضه درج كده حاطة فيه مثلًا حاجات بتاعتي مثلًا أيام الجامعة كده محتفظة بيها، كتيبات، كتاب، أجندة بتاعة محاضرات، مش عارفة إيه، المهم إن أنا كل درج عندي في الأوضة مخصصاه كده لحاجة. عاملة درج مثلًا حاطة فيه الصور، ألبومات الصور، ألبوم صور فرحي، صور ولادي، الكلام ده. فعايزة أقول لِك أنا والله يا بنات أنا ما يعني ما مش اللي هو أنا بقى الحياة ماشية 1+1 كده بيساوي 2، لأ أنا قعدت فترة كبيرة أوي عشان أفهم دنيتي وبيتي وعشان إن أنا يعني آمم أعمل system كده لأوضتي ولحياتي ولكل حاجة. هنا حبيبتي فريدة قُلت لها: "تعالي يا فريدة معلش وطّي كده امسحي لي التراب تحت." ما عملتش حتى ببليدج ولا بأي حاجة، لإن أنا فعلًا كنت تعبت، فروح قلبي راحت طبعًا جابت فوطة كده وجات مسحت كل التراب وخلّت الدنيا زي الفل. بُصّي هاقول لِك بس على موضوع system بيتي وحياتي دوّة، هاقول لِك دلوقتي بس أنا باعمل إيه. بُصّوا يا بنات أنا علّقت كل العبايات، طبعًا العبايات دي
او الجلاليب اللي هي البيتي دي انا جايباها معاكم في فيديو كده، كان مشتريات بتاع رمضان كده عندي في القناة كده، ولبست معاكم عباية كده. بصراحة انا دول جايباهم اكتر للتصوير. فانا بعلقهم، انا بقعد بيهم في البيت كتير بس مش بنام بيهم. يعني انا ما بنامش بالجلاليب دي خالص، بحافظ عليهم. انا كنت جايبه يا بنات الجلاليب القطيفه دي من محل مراسي اللي هو في مول صدناوي في الدور الارضي اللي في العتبه. بصراحه انا لما قلت لكم على المكان ده انا مش بصراحه مش ندمانه ابدا. الخامه يا بنات رائعه، بتدفي جدا، تقيله. الفينش من جوه ممتاز. التطريز بتاع الشركه دي او المصنع ده معمول من انسجه او من فتل، مش بتنتش او بتوبر. كنت في عبايات جايباها من محل تاني جنبه، كان اسمه، صراحة أنا نسيت اسمه كان ايه، يعني كان اسمه حاجة فاشون كده. كنت جايبة من هناك عبايتين كده، لأ لوحدهم منهم، اللي هي أول واحدة علقتها معاكم على الشماعة اللي كان لونها كحلي اللي فيها كده سامبوكسات كتير، هي والجملي اللي أنا برضو علقتها معاكم. بصراحة الاتنين دول ماشي حلوين وشغالين وكل حاجة، بس الفينش بتاعهم من جوه مش قد كده. المهم يا بنات باشا، الفيديو بيجري بجد بطريقه فظيعه والوقت دايما بيجري معاكم. كان في حاجات كتيره هنا بقى عايزه اقول لكم. عبايه استقبال طلعتها فوق، ودريسات صيفي، وكل الكلام ده طبقته وطلعته فوق في الصيفي برضو، بس طبعا اختصرت معاكم الفيديو. هنا ابتديت احط الترنجات ورا بعض، البناطيل ورا بعض، الحاجات الاصواف ورا بعض، يعني كل نوع يبقى جنب بعضه. بس كده. الشماعات كده باحب ان انا احطها كده في اتجاه واحد، يعني فاهميني. ده بيديكي شكل حلو جدا في التنسيق. هنا بقى بحط في الرف اللي فوق ده، بحط مثلا اللي هي مثلا الاندر شيرت، الباديهات الكارينا. وكمان بحط الشنط بتاعتي. بس كده. هو ده بقى نظامي يا بنات في الدولاب. وهنا فوق كده الصيفي. طبعا يا بنات عايزه اقول لكم ان اوضه النوم بتاعتي دي عموله، بس عموله برضو اللي هي ما شاء الله من جوه الرف عريض، يعني دي حاجة أنا ما كنتش بالاقيها أبدًا في الجاهز بصراحة. ف فأنا مش عارفة أقول لِك إيه، بس أنتِ مثلًا لو هتعملي حاجة عمولة أو كده، راعي أوي موضوع إن هو يوسّع لِك الدنيا من جوّه. بلاش نهتم بالfinish الخارجي وبعد كده نتضايق بقية العمر بقى، فاهمينّي، إن إحنا نبقى مش عارفين نحط حاجتنا أو كده. بس كده يا بنات بقى، ده كان شكل الدولاب معايا بعد ما خلص. يلا بقى عايزاكي تتشجعي وتقومي كده تظبطي حالك، عشان وانتي نازله تلاقي كل حاجه كده قدامك هاديه ورايقه، تعرفي تنقي، تعرفي تختاري، تعرفي تركزي كده، فاهميني. بس يا رب تكوني كده بقى اتشجعتي معايا النهارده. وزي ما قلت لك انا قعدت فتره كبيره قوي على بال ما سستمت نفسي وحياتي، لان انا قعدت تقريبا اكتر، يعني اكتر من سنه ونص كمان بعيده عن بيتي وقاعده مع ماما. فعايزه اقول لكم طبعا الكلام ده بقول لكم بقى لي سنين، فانا قعدت وقت كبير قوي يا بنات عشان افهم ايه اللي انا عايزه احط هنا ايه وعايزه اعمل هنا ايه والكلام ده كله. فواحده واحده كده بالوقت كده هتفهمي بيتك وهتسيستمي نفسك وهتلاقي نفسك نظام وحياه. فاي ظروف بتمر بيها او اي حاجه حاسه ان انت مش مستسلمه والدنيا كلها مش داخله معاكي في بعض، اكيد الظروف دي فتره وهتعدي وهتحبي بيتك وهتظبطي كده كل حاجه زي يعني على مزاجك وعلى هواكي. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. شجعوني بقى بلايكات كتير، واسفه لو كنت يعني في نهايه كل فيديو بحس ان انا دوشتكم معايا. بس ما تزعلوش مني بقى، واستنوني في فيديو جديد، ومع الف سلامه.